من اسهل واحلى الاكلات اللي احنا ممكن نعملها لو عندنا عزومه او ما عندناش وقت، في ساعه واحده هنجهزها. الكبسه هعملها معاكم النهارده بطريقه سهله جدا. اول حاجه، حله حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت يسخنوا كويس جدا. هكون مجهزه نص كيلو من اللحمه، تقدروا تستخدموا اي كميه لحمه. هنزل بقى بنص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، وكمان معلقه كبيره من بهارات الكبسه. بهارات الكبسه دي حلوه قوي قوي، هتلاقوها موجوده عند العطار. عندي عود بقى من القرفه، واحده من الليمونه اللومي، وكمان 2 من الحبهان و2 من ورق اللورا. هشوح كويس جدا البهارات بتاعتي كده مع اللحمه. وهكون مجهزه كمان بقى بصلتين متوسطين هقطعهم مكعبات، واتنين من الفلفل الاحمر والاصفر، هاخد نص من كل واحد، وكمان جزرايه مبشوره. طبعا الخضار ده بيعلي القيمه الغذائيه جدا، بيخلي طعم اللحمه بتاعك مسكر قوي قوي، لكن الخضار هنا اختياري. ومعايا كمان فصين من الثوم المفروم. هشوح كويس جدا جدا، وبعد كده هكون مجهزه ميه مغليه. الميه المغليه هنا عندي عايزاها تغطي اللحمه زي ما انتم شايفين. اول ما اللحمه عندي تغلي هوطي عليها النار لحد ما اللحمه تستوي تماما. هنزل عليها بالرز البسمتي لما تكون اللحمه مستويه تمام. دلوقتي بقى نزلت بنص كيلو من الرز البسمتي، هي الكاميرا فصلت. حطيت نص كيلو من الرز البسمتي المغسول، عليه معلقه كبيره من بهارات الكبسه. هشوح كويس جدا، وبعد كده هنزل بالميه المغليه. مش هضيف اي حاجه تاني، ولا هنضيف بقى صفار زعفران او مثلا كركم عشان الكبسه بتاعتي يكون لونها اصفر. بهارات الكبسه هتدي اللون والطعم والريحه وكل حاجه. هنزل بقى بالميه المغليه بتاعتي يا دوب تغطي الرز، يعني تغطي الرز تكون زياده عنه شويه زي ما انتم شايفينه كده بالظبط. اول ما يغلي هوطي النار، هتاخد بالظبط على النار ربع ساعه، وهتكون الرز مستوي وكل حاجه مستويه. نجهز بقى صلصه السحاوي اللي بتتاكل جنب الكبسه، عباره عن 2 من الطماطم، قرن من الفلفل الاحمر، وقرن من الفلفل الاخضر الحامي، واربع فصوص من الثوم، ومعلقتين كبار من الخل. نقدر نستخدم معلقه من الخل ومعلقه من الليمون. ومعايا كمان 4 معالق من الميه، عليهم نص معلقه صغيره من الملح. هضربهم كويس جدا. الميه هنا بس عشان الكبه ترضى تدور، لكن لو الطماطم معاكم فيها نسبه سائل كتير، يعني انا الطماطم كانت ناشفه فحطيت 4 معالق ميه. لو الطماطم مليانه سائل كده خلاص ما نحطش ميه. وبكده صلصه السحاوي تكون جاهزه. الكبسه بتاعتي زي ما انتم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبها بقى، مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. الفلفل الالوان والجزر والبصل مديها طعم مسكر جدا جدا. بهارات الكبسة مديها ريحة كانت خطيرة بجد. صلصة السحاوي جنبها اللي انا عاملاها دي بتبقى حلوة جدا، لانها بتبقى مشطشطة قوي قوي، فبيكون طعمها حلو قوي. جربوا الكبسة بالطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، واكون قدرت اقدم لكم معلومة سهلة ومفيدة. طبعا الكبسة بنحطها كده في صينية كبيرة، وكل واحد بقى بياخد قدامه وبياكل بألف هنا وشفا. جربوها، وهستنى رأيكم ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم بإذن الله في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.